50 امرأة تم تعيينهن بصفة إمام جامع في محافظة نينوى العراقية بديوان الوقف السني. تصريح أثار عاصفة من الجدل والاتهامات والتساؤلات. ما مدى قانونية ذلك؟ هل هو خطأ إداري أم وجه من أوجه الفساد؟ الوقف السني تبرأ من المسؤولية وألقى بها على أكتاف ديوان المحافظة. فما التفاصيل؟ بدأ الجدل مشاهدينا عندما صرح عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربو عن استيائه من قوائم التعيينات الجديدة التي أظهرت تعيين أكثر من 50 امرأة بصفة إمام جامع رابع أو خامس في مدينة الموصل. لنتابع ما قال. أخطاء أخرى وكارثية، وهذا دليل خير دليل على أنه اللجنة ما كانت دقيقة بعملها. نعم أنا ما أنكر أنه قلت سابقا أنه تعبت، لكن الإعلام وكل الشعب العراقي مو بس محافظة نينوى عمركم سامعين أنه مرة إمام بصفة إمام؟ ما صاير لا بالدين الإسلامي ولا بالدين المسيحي ولا بالدين اليهودي. أكثر من 50 درجة وظيفية عينت في الوقف السني بصفة إمام رابع، إمام خامس، ما أعرف شنو، المهم بصفة إمام. مرأة تعين بصفة إمام 50 أكثر من 50 درجة. وين أكو إذن هذا الدليل على أنه لم تكن هناك دقة في العمل. مستخدمون وبعض وسائل التواصل الاجتماعي العراقية تداولت الخبر وهاجمت ديوان الوقف السني واتهمته بالفساد، إلا أن الأخير رد في بيان له لوسائل إعلام محلية أخلى فيها مسؤوليته عن التعيينات، ويقول في البيان إنها وردتنا من ديوان محافظة نينوى ولم يكن للوقف السني دور في ذلك، حيث وصلت القوائم والعناوين الوظيفية إلينا بهذه الصيغة، لذلك اقتضى التنويه والتوضيح. مشاهدينا، لم يصدر بيان رسمي من ديوان محافظة نينوى لتوضيح الملابسات وتأكيد المسؤولية فعلا أو لإنكارها، ولكن عضو مجلس نينوى ذاته عاد وصرح لوكالة بغداد اليوم وقال إن المسؤول المباشر عن هذا الخطأ الكبير ليس الوقف السني، إنما ديوان محافظة نينوى ومديرية الموارد البشرية، لأن تلك الجهات هي المسؤولة عن ملف العقود والتعيينات وتوزيعها على الدوائر، وإن الدوائر والمديريات تقدم طلبا بحاجتها إلى عدد من الموظفين بصفات معينة.